ابني دخل نهائي الملاكمة في الأولمبياد وكان خصمه ابن البلد المضيف واللي ناس كتير كانوا بيقولوا إنه غش أو اتسهل له الطريق للنهائي. لما الجرس رن ابني بدأ على طول يوجه ضربات سريعة ويتفادى كل اللكمات اللي جاية عليه. الماتش ما كانش متقارب خالص. رجع ليا في الركن وهو مبتسم وخصمه كان بيتمايل من التعب وقال لي أنا أحسن منه بكتير يا بابا، لكن أنا خبطته خبطة خفيفة وقلت له ما يستهونش بخصمه أبدا وافتكر التمرين بتاعنا وإن حلمه الكبير على بعد جولات قليلة بس. هز راسه وراح يكمل الماتش. في باقي الجولة ابني كان مسيطر تماما. الجمهور كان بيزعق ويستهزأ بيه لكن هو كان مستمر يضرب بالهوك الشمال ويتفادى كل الردود. حاصر خصمه في الركن وفضل يضربه طول الجولة، ما كانش حتى متعرق بينما خصمه كان بينزف ومش قادر يوقف كويس. في الجولة الثالثة أسقطه أرضا لكن الحكم كان بيعد ببطء غريب وده أدى فرصة لخصمه يقوم تاني. ولما الماتش خلص ابني كان سليم تماما ما فيهوش خدش بينما خصمه كان واضح عليه الإجهاد الشديد. حضنت ابني وأنا فاكر إنه كسب خلاص وقلت كسبت يا ابني، لأن كل حاجة كانت باينة إنه الفائز لكن الحكم رفع إيد الخصم بدل ابني. الجمهور كله فرح له وأنا اتصدمت. ابني كان سليم تماما بينما خصمه كان مش شايف تقريبا من تورم عينه. فقدت أعصابي وحاولت أقرب من ورق التحكيم لكن القرار كان رسمي ونهائي. ابني واقف على منصة التتويج بالميدالية الفضية سليم تماما من غير أي إصابة بينما خصمه كان فوقه بالذهبية وأنفه مكسور وفكه متجبس بأسلاك طبية. ابني اتظلم واتسرق منه الذهب رغم إن الفوز كان واضح جدا.